الطالب لما يكون هو كان قاعد في المجموعة ويكون أوائل الدفعة اللي عملت معاهم فيديوهات يكون أخوه، ويحط قدامه تارجت إنه يقف مكان أخوه ويحقق التارجت، خاصة في الفيزياء، ويقفل اللعبة 60 من 60. هو عايز المايك مسروع على المايك من السنة اللي فاتت، يعني من ساعة ما أخوه كان هنا ادوني المايك يا باشا، اتفضل المايك وانا هنمشي خالص اهو. ولا لا خليك زي ما انت يعني عادي؟ اتكلم عادي ما فيش مشكله. الله يبارك لك. هو بالنسبه لحكايه الفيزياء برضه عشان تبقوا فاهمين، انا اعلى واحد في الشله جايب فيزياء في الدفعه اللي فاتت ودفعه السنه دي، فانا ما حدش بيكلمني في الفيزياء واحنا في القعده خالص. ما ينفعش. أيوه. انا اعلى واحد يعني الدفعه يعني الشله كلها انا اعلى واحد في الفيزياء، ما حدش يكلمني فيها. الله ينور. متواضع جدا. هو بالنسبه لكم يعني ليك اخ في ثانويه عامه عدت عليك بتفرق طبعا، بس اللي هو انا عندي اكتر من اخ يعني الشله كلها تعتبر اخواتي. تفرق في الحكايه ديت انك تبقى عايز لو عايز حاجه تروح تسالهم، هتفرق معاك جامد بغض النظر بقى عن كل اللي اتقال ده. هو الرياضه بتفرق معاك. انا كنت بحب العب كوره عامه، انا بتفرج على كوره، لازم تكون تفرفش نفسك شويه، ما يبقاش كله ضغط. انا في الحصص اللايف كنت بروح العب كوره. انت كنت دايما ما شاء الله. طب في حصص لايف هتتعمل بعد كده يا جماعه، يمكن انا نوهت عنها، في سيشن لايف هيتعمل بعد كده. في الحصص اللايف انت كنت بتستأذن، بتطلع من الملعب تمسك الموبايل تجاوب على السؤال وترجع تكمل الماتش. يعني حتى وانت رايح الملعب انت كنت بتشجع نادي برشلونه ولا ريال مدريد؟ ريال مدريد، بس هو اتحط علينا السنه اللي فاتت بس راجع فعلا. عايزك توجه كلمه لمدرب ريال مدريد. عايزين نفرح طيب، اي حاجه يعني اصلا يعمل ايه طيب؟ يعني اشتريتوا اللعيبه اللي في الكون كله، يعني هيعمل ايه طيب؟ يعني مركزين مع محمد صلاح الفتره الجايه. هنجيبه محمد صلاح؟ لا مش هنجيب محمد صلاح، هنركز مع محمد صلاح الفتره الجايه. يعني مش ريال مدريد جامد، لان ريال مدريد يعني زهقت منهم السنه اللي فاتت والله. يعني خسر كل ماتشات برشلونه ومحمد زيط عليه في كل الماتشات، فكان حاسه في نفسيتي جامد. محمد اخوك؟ امال ده زياط كبير. يعني انت ريال مدريد هو برشلونه؟ أيوه. انت اهلي يبقى هو زمالك؟ لا اهلي برضه. لا هي المشكله كانت في ريال مدريد وبرشلونه فعلا، لان انا يعني الماتش الوحيد اللي كنت يعني ريال مدريد عامله قلق انا خسرت برضه، كان ساعتها في ليله المراجعه، فكانت بالنسبه لي مشكله يعني. اثرت على المراجعه؟ انا ما في الفيزياء محدش يكلمني. محدش يكلمه؟ اما في الفيزياء ولا حد في البيت ولا حد في الغيط ولا حد من اصحابي. عاجبني فيك التواضع قوي يا عمر. لا طب عايزين نتكلم جد شويه. انا كنا بنهزر. انا كنا بهزر الصراحه يعني. يلا نتكلم جد بقى. نتكلم جد. طبعا الاسم، المدرسه، المجموع، درجه الفيزياء، الكليه، يلا. عمر احمد حسين، 60 في الفيزياء، 92 و12 من 100، علاج طبيعي بنها. مفيش سقفه ولا ايه؟ الحمد لله طبعا. يعني الكلاشيهات بتاعت مذاكره والحاجات دي انا ما بقولهاش، كل ده بفضل ربنا طبعا. انا لولا علاقتي بربنا حلوه انا ممكن زماني جايب المجموع ده اصلا. لازم علاقتك بربنا تكون احسن حاجه الفتره دي، انت محتاج لكل حاجه، علاقتك وصلاه وكل حاجه انت لازم تعملها، مش مجرد انك رايح في اي حته. انت مجرد ما الحصه تخلص لو في ايدك تصلي تروح صلي، ما تفوتش لحظه انك تكون قريب فيها من ربنا، بالذات في اللحظه دي، لان انت هتحتاج انك حد يساندك قدام. انت دلوقتي بعدت عن ربنا؟ الحمد لله انا لسه جاي من صلاه الظهر. انت اتاخرت عن الدخول في القاعه لان انت اذن الظهر، فاول ما اذن الظهر كنت بتعمل كده في الحصه برضو؟ حصل يعني، كنا بأثر الحصه مثلا، لو الحصه مثلا لو الظهر الا ربع بنزل اصلي واطلع اكمل عادي يعني مفيش مشكله. اصل المشكله عندي يعني انت ارضي ربنا اول حاجه، بعد كده كله هيرضى عنك، لازم الفكره دي حطها في دماغك. والله يا عمر يعني انا مبسوط منك، وطبعا انت محمد اخوك واضح ان العلاقه بينكم برضو علاقه جميله يعني. علاقه جميله قوي. احكي لي بقى كده عن العلاقه ديت. امسك نفسك. قرب المايك. والله يعني بص، يعني اخوات، فاحنا اخوات بجد يعني ايه قريبين من بعض جامد، بس في حكايه الماتشات ما بنهزر يعني. موضوع برشلونه موضوع بيقفل جامد. الموضوع قفله جامد. والموضوع قفل جامد والله من السنه اللي فاتت. مسلم وكافر يعني. بجد لو بنلعب كوره كمان يعني، لما بنلعب كوره بجد بنلعب قصاد بعض يعني. والله عملها فيها مره كان هيأذيني فيها جامد دي. اصلا يعني بحب استفزه في اللعب يعني، دي حركه وحشه مني بس ما حدش يعملها يعني. انا دايما بعمل حركه مستفزه كده بيخليه. بس بره الملعب اخوات؟ لا بره الملعب اخوات فعلا. لا بجد عادي يعني اللي بيحصل في الملعب. طب هو اخر ماتش انت اللي كسبته ولا هو؟ مش فاكر تقريبا. بص هو معظم الماتشات انا بكسبها عامه، انا ما بحبش اتكلم عن نفسي، بس انا العب واحد في الشله. انا العب واحد في الشله. جايب 60 في الفيزياء وجايب 60 في الفيزياء وجايب 60 في الفيزياء.
وبره دمنهور انا بس انا وسيف درويش بقى كده يعني جت في آه. واحد شبهني كده ما ينفعش. ما ينفعش ما ينفعش كده. والله ده. يعني كنت بتلعب كوره عادي وبتطلع طاقتك في الكوره اتفرج على الماتشات يعني. ايه المشكله لما افضي ساعتين في اليوم اتفرج على الماتشات؟ انا بالنسبه لي امبارح مثلا الدوري الانجليزي طبعا انتوا الفانتزي والحاجات دي انا كنت بقعد اعمل كل الحاجات دي عادي جدا، ما عنديش مشكله. بس ما تاثرش في المذاكره. خلي عندك مثلا يعني حط في تفكيرك ان انا عندي ليميت معين اعمله، مش لازم كله هزار او مش لازم كله لعب، لازم تكون حاطط في دماغك هدف قدامك حتى لو ما جاش. يعني انت لازم تعمل اللي في ايدك بس. فاللي هو كذا حاجه حصلت في السنه يعني ايه اشاره مثلا ان انت لا فوق شويه، عشان احنا كده بنهزر كتير. مش شرط درجات، يعني بقول حاجات للناس الشاطره برضو. الدرجات مش هي الاساس، بس بالنسبه لي كانت الاساس بعيدا عنكم يعني. بس ما تحطهاش اساس لان انا يعني دماغي يعني ايه عندها مرونه شويه. انا اللي بيحصل في التسميع بل ليه اول مدرس ما بيخش تركيزك في الحصه اهم حاجه. تركيزك في الحصه هيفيدك قدام. يعني مثلا الله يفتح عليك والله. والله حته ان انت تحس باشاره دي مش شرط درجات. أيوة. الدرجه خلصت خلاص طلعها من دماغك، انت مركز في اللي جاي. عمر والله نفسي اقف معاك اكتر من كده. انت عارف ان انت من الناس القريبين مني طول السنه، ويمكن من القلائل اللي كانوا بيحضروا معايا الحصص في الاستوديو. كنت بجيبه بقول له لو انا سرحت انت نبهني. هو ما شاء الله عليه، عنده ما شاء الله سرعه بديهه وذكاء ما شاء الله، بس ما تتغرش. لا الحمد لله مش مغرور يعني الحمد لله. بس انا العب واحد. وجايب 60 فيزياء. عمر حسين من الطلبه القريبين لقلبي جدا. سقف لعمر حسين.